السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أخواني وأصحابي؟ دائما ما يتناقش الكثير من أين نقول للجن اخرج، ومن أين يدخل أصلا؟ هل هناك أماكن خاصة يدخل منها الشيطان والجان؟ سنجيب على هذه الأسئلة في هذا الفيديو. أولا يا أحبابي، الجان يدخل من أماكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها منها أنه يدخل من الفيه. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب الإنسان أن يغطي فمه، وجاء في الروايات فإن الشيطان يدخل، هكذا جاءت في بعض الروايات أن الشيطان يدخل. لكن هذه المسألة ليست هي الإجابة الوحيدة، يعني الشيطان لا يدخل من هذا المكان، لا، هناك أماكن كثيرة يدخل منها الشيطان وأماكن كثيرة يخرج منها الشيطان. الشاهد من الموضوع أنه لا يستطيع أحد أن يجزم سوى هذا الحديث أنه يدخل من الفيه مع التثاؤب، وإلا من أين يدخل وكيف يخرج هذا لم يرد فيه دليل، لا من كتاب ولا من سنة. أو أنك تأمر الشيطان أن تقول له اخرج من إصبعي الصغرى، وهذا يقول اخرج من الرجل اليسار، وكل أحد يأتي باجتهاد. لكن الصحيح أنه لا دليل على هذا. طيب يسأل الإنسان وكيف يخرج؟ السؤال كيف دخل؟ هذا السؤال يجيب على السؤال الأول. إذا تقول كيف يخرج، نقول أصلا كيف دخل؟ إذن دخل بطريقة لا يعلمها أحد، كذلك يخرج بطريقة لا يعلمها أحد. والتوسع في هذا الأمر من الغيبيات، فلا يستشهد بكلام الجن أني سأخرج من قدمه أو من يده أو من ظهره، لا يستشهد. لا ندري هل هم أهل صدق أم يحتالون ويكذبون علينا. فلذلك من باب سد الذرائع وإغلاق الباب نقول بأن الشيطان كما دخل يخرج، لا نأمره بأن يدخل أو يخرج من المكان الفلاني ولا تخرج من المكان الفلاني. نعم، هناك بعض الأماكن أحيانا يهدد الشيطان، يقول سوف أخرج من عينها، مثلا من عين المريض. في هذه الحالة لا نستجيب ولا نخاف، لأنه لو كان بيده الضر لضر، لو كان بيده أن يذهب البصر لا أذهب من أول ما دخل. لكن الحمد لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل النفع والضر بيده هو سبحانه وتعالى، لم يجعله بيد إنسان ولا شيطان ولا سحر. لذلك هذه مخلوقات تتعدى على الإنسان لكن لا تضره إلا بإذن الله. كذلك السحر يتعدى على الإنسان لكن لا يضره إلا بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن نقول كما تعودت دائما أن أقول لكم، نقول له كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشيطان اخرج عدو الله. لا تجعل هذا الأمر هو أكبر همك، وإنما المسألة كما دخل الشيطان هو أعلم الناس بطريقة خروجه، فلا تتعب نفسك. بعضهم يقول سوف أساعده بالخروج، هذه خزعبلات. سوف أساعده بالخروج، تساعده بالخروج بطريقة واحدة، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يخرجه وأن يسهل خروجه. اللهم سهل خروجه، اللهم اصرف عنه، اللهم سهل خروجه. هذه الأدعية التي تستطيع أن تساعد بها الإنسان المريض. أما تساعد الشيطان، تساعد الجان طريقة الخروج، هذا توسع لا يجوز أن نتوسع فيه. لكن هل يدخل؟ نعم يدخل، والله تعالى أعلم.